تخيل تدفن أمك بإيدك وتسمع صوتها بعدها ب3 أيام بتنده عليك من قدام الباب. بس المشكلة مش في إنها رجعت، المشكلة إن اللي رجع عفرتها، الست اللي رجعت من القبر بس مش زي ما دفنوها. القصة دي حكاها شاب من المنوفية، بيقول أمي كانت ست طيبة وكل الجيران بيحلفوا بأخلاقها، بس في ليلة تعبت فجأة وماتت بين إيديا بسبب أزمة قلبية. كل حاجة حصلت بسرعة، غسلناها وكفناها وصلينا عليها ودفناها في نفس اليوم. لكن الغريب وانا برجع البيت حسيت ان في حاجة غريبة. كلبي واقف قدام باب الشقة بيهوهو ومش عايز يدخل. عدى اول يوم، تاني يوم، وفي اليوم التالت الساعة كانت 1 بالليل سمعت حد بيخبط على الباب خبطة خفيفة. قمت وفتحت لقيت امي بنفس اللبس اللي دفناها بيه، واقفة ساكتة، عينيها واسعة وسودة قوي وبتبصلي من غير رمشة ومن غير نفس. جريت لورا وقلبي هيقف، بس لقيتها بتدخل لوحدها وماشية على مهلها وجسمها تقيل كأنها مش ماشية برجليها. دخلت اوضتها وقفلت الباب عليها، وانا فضلت طول الليل صاحي مرعوب مستني الصبح. لو عايز تسمع باقي القصة اعمل لايك للفيديو ده وشير كتير واعمل لي متابعة علشان يوصلك الجزء التاني.